المساءات. ما أجمل المساءات حين تتناغم كلمة مساء الخير بعطر الصداقة والإخلاص. ما أروع نسائمها حين تتلاطف الحروف على مسارح العلم والأدب. دعونا معا في أمسيتنا هذه أن نهرب إلى عالم القراءة، نحلق فوق غيوم الكلمات، نعبر نقاط الحروف الصخرية، نتنشق معا عبير الثقافة. لعلنا نمحي حروف الراء من كلمة حروف، نجعل الواو تعتلي على الحاء كالضم. عندها يصبح الحب أملنا، وبه نحقق السعادة التي ترسي على مرافئنا، فنحيا معا في منزل الخير. أيها الأساتذة الكرام، ها هو مساؤنا باختصار، لكن ماذا لو استمعنا إلى قراءة بعض الكتب وتوغلنا في طريق المعاني؟ فلنبدأ أمسيتنا هذه مع كلمة دكتور سلام سليم سعد. تفضلي دكتور. مساء الخير أصدقائي، شكرا لك أستاذي عفاف عياش. عادة لما نحكي ونقول للأصدقاء إنه أنا هواية المطالعة، أول كلمة بيقولوا لنا إياها عن جد بعد في مين بيقرأ؟ فإيه عن جد بعد في مين بيقرأ، وبعد مين في بيقدر الكلمة، وبعد في مين بيكتب. فحضراتكم قامات في الكتابة، ولكن أيضا اللي بيصيرنا أكثر إنه حضراتكم قارئات وقارئين محترفين. ليش محترفين؟ لأنه عادة يلي بيعمل الشغلة مرة واثنين وثلاثة وعلى مدى سنوات يكون محترف. فبالتالي القارئ المحترف هو القارئ يلي بتستلذ بالقعدة معه، لأنه بيكون عنده معلومات هائلة عن عدة مواضيع حاصرة عبر هالزمن من قراءات منوعة. اليوم بهالأمسية رح نسمع مجموعة من الكتب، بتخيل 4 أو 5 كتب يمكن ما كان لنا الحظ نقراها، فبالتالي رح نتعرف عن ملخص عنها. وبالتالي إذا عجبنا الملخص بتمنى نرجع نقراه حتى يكون موسع معرفتنا بهالكتاب. ما حطول على حضراتكم، ولكن بتخيل رح نسمع ملخص عن كتب منوعة بتنوع ال4 5 كتب من مختلف المشاعب. فخلينا نبلش مع أول كتاب لنا تقترحوا علينا الأستاذة عفاف عياش. تفضلي ست عفاف. ما أجمل المساء وأنتم للسعادة أصدقاء، وما أبهى النور وأنتم للبهجة عشق وحياة. أستاذة بسمة عبيد ستخبرنا عن رواية أن تقرأ لوليتا في طهران للكاتبة الإيرانية أغار نفيسي من 574 صفحة. تفضلي دكتور. شكرا يا عفاف، شكرا لك. أغار نفيسة هي كاتبة إيرانية عاصرت الثورة، ما قبل الثورة وما بعد الثورة الإيرانية. في سيرة ذاتية وأدبية غير تقليدية للكاتبة الإيرانية، يختلط الشخصي بالسياسي إلى حد كبير. طبعا الكاتبة تنتقد الحياة في طهران بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، غير أن تركيزها الأكبر على فكرة المقاومة في هذا الكتاب بالذات، فكرة المقاومة من خلال الأدب والفن، وإطلاق حرية التخيل وربط الديمقراطية بالحرية، فلا وجود لواحدة دون الأخرى. وبسبب التضييق الكبير على عملها في الجامعات، هي مدرسة كانت في جامعات طهران، وصار أصبح عليها تضييق شديد في الجامعة. أنشأت صف خاص في بيتها، أخذت بعض الطالبات، انتقت مجموعة من الطالبات وصارت تدرسهم في منزلها. فتقول أن هذه المجموعة من الطالبات اللواتي وجدت بينهن الشجاعة والمثابرة، وشهدت معهن كيف تتحول حصاة عادية إلى جوهرة نادرة إذا ما نظرنا إليها بعين الأدب وسحر الفن.
أرادت الكاتبة أن تمارس حريتها التي حرمت منها في الفصول الدراسية أثناء تدريسها في الجامعات، لأن الدراسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح مرهونا بالوضع السياسي ومتأثرا بالقوانين الاعتباطية التي فرضها النظام عليهم. ومن خلال مسيرتها، من خلال مجموعتها عفوا التي كونتها في بيتها، أصبح لديها مجموعة من الطلاب لديهن يعني من الطالبات لديهن رؤية خاصة لما تكتب ولما تقرأ، واختيارها لهذه الطالبات كان خليط متباين من بيئات وأديان وخلفيات مختلفة. ثم تعلق الكاتبة بقولها إن ماضي إيران الحقيقي أصبح أمرا ثانويا لمن استحوذوا عليه تماما كما استحوذوا على ماضي لوليتا. لوليتا هي الشخصية الأساسية في رواية. لوليتا هي يعني الطفلة التي كانت وتدعو عليها كطفلة وكبرت وهي بهذا الوضع النفسي. لوليتا صنيعة مغتصبها، هكذا يتم تقديمها ليمسح كل تاريخها. آمنت الكاتبة بالطاقة السحرية للأدب والفن في تغيير مصائر الشعوب وتقدمها. حققت من خلال مجموعة الطالبات في صفها الخاص مساحة لمناقشة أعمال أدبية، وخلقت لديهن نظرة جديدة لأنفسهن. تقرر الكاتبة في نهاية المطاف الهجرة، لأن حياتها في ظل النظام السياسي أصبح مستحيلا، فهي بحاجة إلى مكان لا يكون ساحة حرب في الصباح والمساء. فكان عليها إما إطاعة الأوامر أو أن تغادر إلى الولايات المتحدة أو أي بلد آخر. فهي اختارت الولايات المتحدة وذهبت إليها، وهناك بدأت بكتابة سيرتها الذاتية. وحين تتحدث مع طالبة لها من طالباتها اللواتي كن في صفها، تلك الطالبة بقيت، أثرت البقاء في إيران بخلاف كثير من طالبات اللواتي غادرن إيران. تجيبها الطالبة برسالة صغيرة ختمت الكاتبة فيها كتاب لوليتا في طهران. سأقرأ نص الرسالة التي أرسلتها الطالبة لمعلمتها. تقول فيها: منذ 5 سنوات مرت منذ بدأت القصة في غرفتي، في غرفة أضاءتها الغيوم، حيث قرأنا مدام بوفاري وتناولنا الشوكولا في طبق بلون النبيذ الأحمر أمسيات الخميس. لم يتغير أي شيء من الرتابة المتواصلة في حياتنا اليومية، بيد أني في مكان ما في روحي أحس بأنني تغيرت. ففي كل صباح وأنا أفيق من نومي وأضع حجابي أمام المرآة لكي أخرج من بيتي، فأغدو جزءا من الواقع، وأعلم كذلك بأن ثمة أنا أخرى أصبحت عارية على صفحات كتاب من عالم آخر هو عالم الخيال، وأنني غدوت ثابتة خالدة مثل تمثال رودان. لذا سأبقى حاضرة طالما أبقيتني في نصب عينيك. استاذي بسمة، هذا استاذي نصب بسمة عينيك. تخطينا الوقت المخصص لحضرتك، بس بدي أذكر خلصت حضراتكم إنه نحن عنا 5 دقائق لعرض الفكرة ومن ثم المناقشة. يعني بس خلصت المداخلة. خلصت من قبل المداخلة. الوقت خلص، بس في عندي مشكلة طيب. اليوم باللينك. بدي أطلب من الأستاذ روجيه مرت الجاي أودي لك اللينك عن جديد، لأنه ما عم بخليني أحط التايمر وما عم بخليني اطلع على الفيسبوك. فبالتالي انا بدي اتشكر مداخلتك وتعريفك على هالقصه. وبدي خبرك شغله، انه انا اشتريت الروايه من عند جريس، شفتها قلت بدي اجيبها، لانه مره حكيتي لنا عنها انه قديش ما جميله، فهلا اكثر شوقتينا لحتى نقراها. نرجع لعندك يا عفاف لحتى تشوف الاصدقاء اذا بحبوا يشاركوا الاستاذه بسمه اي من الاسئله. حدا عنده سؤال للأستاذة بسمة؟ نعم أستاذي بسمة، ليش اخترتي لنا هيدا الكتاب بالتحديد؟ هلا هو تقريبا يعني
مش آخر كتاب قرأته، ولكنه أكثر كتاب من اللي قرأتهم بالأخير أثر فيه. حبيته، وحبيت يعني إنه تشاركوني بالموضوع. ونحن تحمسنا نقراه بعد ما حكيتينا عنه. أنا كمان بؤمن بما هي تؤمن فيه، إنه الأدب والفن بغير مصائر الشعوب. صحيح. يمكن هذا اللي أعجبني بالرواية أكثر شيء. هيدا لأنه حضرتك كاتبة وتؤمني بأنه الكتابة والأدب بغيروا حياة الإنسان مثل ما غيروا حياتك. أكيد أكيد، أنا بؤمن يعني الكتابة، الأدب والفن والهدي هي بتغير مصائر الشعوب فعلا. شكرا أستاذة بسمة. أهلا شكرا وسهلا. أستاذة بسمة على الكتاب اللي حكيتنا عنه. سلام على من قرأ كل حرف بين أسطر الكتاب. سلام على من شرح معانيه لأعز الأحباب. أستاذة رنا علم ستخبرنا عن كتاب بيروت على نهر السين للكاتب اللبناني، سوري لا ناسي اسمه، سبيل غصوب. سبيل غصوب، من 200 صفحة. تفضلي أستاذة. نعم شكرا أستاذة عفاف. الكتاب هو للكاتب الفرنسي اللبناني سبيل غصوب، صدر عن دار ستوك الفرنسية سنة 2022. سبيل غصوب هو من جيل الشباب اللبناني يلي خلقوا بفرنسا بعد ما اجوا أهلهم. بيو اجا، هو والده صحافي وكاتب ومسرحي لبناني، اجا على فرنسا هو وزوجته بعد ما تزوجوا، حابب يكفي دكتوراه خلال 2 سنين ويرجع على لبنان. طبعا وصل على فرنسا سنة 75. فهون تغير كل مسار حياتهم بعد طبعا اندلاع الحرب اللبنانية. هلأ سبيل حب يسأل أهله ليش جيتوا على فرنسا، شو القصة. أخذ ميكروفون وبلش يسجلهم ويسألهم، ويقول الوالد مثلا يسأل سؤال، يجي الوالد يقول شيء، الأم تقول شيء تاني. اكتشفنا عبر أسلوبه في نوع من الكوميديا، يعني كيف العائلة الإيطالية بيوصفون كثير للإيطاليين بأسلوب الكتابة وبأسلوب الحكي وفي كوميدي. فنفس الشيء حسيت بكتابه لسبيل الغصوب، في بنتعرف على كل تاريخ الحرب اللبنانية. هو كان هدفه يكتب عن عائلته، يسأل أمه وبيه ليش إجوا على فرنسا، ولكن عن طريق حياة الأم والبي اكتشفنا شو في عندهم تأثير بالحرب اللبنانية بكل المجازر اللي صارت، انقسام بيروت إلى بيروتين، الأحزاب اللي شاركوا فيها خواله أو عمومه. فكان بنفس العائلة الواحدة خواله 2، كل واحد تابع لحزب، واحد مع تحرير فلسطين، واحد مع الأحزاب المناهضة. تعرفنا على عادات وتقاليد العائلة اللبنانية اللي بتعيش بفرنسا، كيف بتحافظ على عاداتها وتقاليدها اللبنانية. اكتشفنا انه عنده اخت منا هالقد مأثرة بلبنان عندها بس بتروح للفرصة ولتشوف العائلة وبترجع، بينما سبيل بتحس في عنده حب للبنان مش معقول. بقول أنا ما بحس حالي فرنسي، أنا بحس حالي عايش بشقة بباريس بالدائرة 15 حد التور ايفل، ولكن كأني عايش ببيروت. قد ما أسلوبه حلو ومشوق، وفي أوقات كتير حزن، ولكن كتبه بقلم سرد كتير حلو. حمسني لخلص الكتاب بقلكم بيومين. ما قدرت أنطر، بدي أعرف شو صار. أكيد في لحظات كتير مأساة، وتعرضت مثلا والدته وقت صار في رهائن بالسفارة العراقية بباريس، كانت تشتغل بالسفارة وتعرضت لخوف ورعب. بيخبرنا إياهم بطريقة سردية كتير حلوة. ولكن اللي حبيته فيه أكتر شيء إنه تعلقه بلبنان. صحيح ولد خلق بفرنسا، ولكن تعلقه بلبنان مش معقول شو حلو، مش معقول شو كبير، شو بيكبر القلب.
وبعتقد لأنه قد ما أسلوبه حلو خبرنا عن محبته للبنان وعن طريق أهله والحياة اللبنانية الاجتماعية، عن المطبخ اللبناني، عن كيف الوالدة بتنتقل من مكان لمكان بباريس لحتى تروح تاخد أكل لقرايبها، بتطبخ وبتاخد وبتوزع بالسيارة. يعني حياة ولا أجمل من هيك، بعائلة متواضعة بعد عايشة بالإيجار، مع أنه صار لها سنين عايشة بفرنسا، ولكن هدفها كان العلم. الوالد كان يقرا قارئ نهم وبعده بيقرا. وبحب اقول لكم انه هيدا الكتاب اخذ جائزه جونكور لطلاب الثانويين بفرنسا، يعني كل الطلاب الثانويين بيقروا وبيعطوا رايهم، واخذ الجائزه الاولى. ومن 3 ايام اخذ جائزه لقمان سليم عن دار ببيروت، وترجم والده الكتاب للغة العربية عن دار الجديد. فعن جد قلم كتير حلو لشاب لبناني، بذكرني بكتير من شبابنا يلي بيشتغلوا وبيعيشوا بالغربة وبيخلقوا برا، ولكن متعلقين بلبنان عن طريق أهلهم، لأنه الأهل هن زرعوا حب الوطن. لبنان هيدا الصغير بقلب باريس كأنهم عايشين فيه. وفي بس مأخذ كان على الكاتب، انه اعترف باحد كتبه انه راح على اسرائيل، وتم طبعا تهديده، وما قدر يروح يستلم الجائزة للأسف. وتزوج لبنانية وحب يتابع حياته مثل ما عاشوا أهله. ووالدته من كفر عبيدة وصف لنا البحر، وصف لنا جمال الطبيعة بلبنان، وصف لنا غياب الشمس، وصف لنا الأكلات اللبنانية، وصف لنا حتى أسماء شهداء الحرب. يعني أرخ، مش بس خبر قصة عائلته، أرخ لتاريخ لبنان من قبل ال75 لحدية انفجار مرفأ بيروت. شكرا ألم رنا علم. ولا أجمل من هيك. شكرا رنا علم. مع الوقت انتهى تقديمك لهذه الرواية. بتخيل كل حدا، كل مغترب ناهيك عن اللبناني رح يكون عنده شوق لحتى يقرأ هذه الرواية. بنرجع لعند الأستاذة عفاف عياش لحتى تدير النقاشات ما بين الأصدقاء ورنا علم. تفضل. أستاذ يوسف، عندك سؤال رافع إيدك؟ استاذ رنا، مساء الخير، ما تاخذوني على تفضل، أهلا صوتي. وسهلا. مساء النور. استاذ رنا، أثر فيك الكتاب لسبب انه انت عايشه بفرنسا مهاجره، ولا بيأثر بكل قارئ؟ هلا يمكن أثر فيي أكثر لأنه بحس إنه أهله تركوا لبنان وتغربوا وعاشوا ربوا أولادهم على الحياة اللبنانية، وأنا بحاول نفس الشيء رب أولادي على عادات وتقاليد اللبنانية. ولكن اللي حبيته فيه إنه قلمه كتير حلو. هو بيجذبك، يعني ما فيك بدك تخلص القصة بدك تعرف شو بده يصير، لدرجة إنه صرت خبر جوزك كل فصل شو عم بيصير. بقول له إنه هيك صار، لأنه أسلوبه حلو. قلت لك في حزن ولكن كاتبه بطريقة كوميدية كتير حلوة. وهو بما أنه صحافي، وبما أنه كاتب بلوريون لو جور، وبما أنه بيكتب باللغة الفرنسية، يعني عنده 3 كتب. مش بس هيدا الكتاب، كان عنده كتاب قبل اسمه الأنف اليهودي، أنا ما قريته بصراحة. وكان عنده كمان كتاب تاني يلي هو أنتيلوب، صدر عن أنتيلوب سنة 2018. وهيدا الكتاب الثاني كان يكتب قصص قصيرة. بس هيدا الكتاب بالذات أنا اكتشفته لأنه إجاني هدية من بنتي على العيد، وكان أول كتاب قريته هيدي السنة، كرمال هيك حبيت أحكي عنه. مش بس لأنه أثر فيي، لأنه كمان هدية من بنتي، وقد ما بنتي بتعرفني معلقة بلبنان هدتني إياه. حلو. حلو. يعني ما بعرف اذا حضرتك قاري كتاب مغتربه في وطنين للدكتوره ليلين 40 عام. بعتقد هالكتابين بيشبهوا بعضهم كثير. صحيح أستاذ يوسف، صحيح. ولو الأسلوب بالكتابة يختلف، وهيدا الكتاب يعني لياخد هيدي الجائزة إنه شيء كتير حلو. والأكثر إنه أخذ الجائزة الثانية، جائزة لقمان سليم، من 3 أيام. كمان هيدا شيء يرفع له القبعة. هلا ما ننسى أستاذ يوسف، أستاذة رنا وحضراتكم، إنه عادة الكاتب ممكن ياخد من حدث معين وينسج حواليه روايته. دايما بنعطي مثل بقصة التايتانيك. التايتانيك غرقت
إذا بتعرفوا عدد الروايات يلي طلعوا عن الأحداث يلي كانت عم بتصير على التايتانيك قبل ما تغرق بالميات، فبالتالي عندك حدا لبناني هاجر، عندك حرب لبنانية، فبالتالي فيك تخلق آلاف القصص حول آلاف الأشخاص يا إما عايشوا أو سمعوا عن هالأحداث اللي صارت. فمش غريب نلاقي تقاطع إذا بدكم بالأجواء الرواية، بس بتخيل حيكون في اختلاف بسيط حول حيثية كل شخصية. فمش غريب يكون في عنا 2 و3 و4 و5 و10 و100 رواية عن المغتربين اللبنانية أو عن الحرب اللبنانية، لازم يكون هيك. يعني هو الرواية إذا أصلا بتعبر عن واقع المجتمع تاعها بتحسيها فيها شيء غريب. يعني الرواية اللي حكيت عنها الأستاذة بسمة عبيد بتحكي عن واقع مجتمع كان موجود بطهران، فبالتالي بتلامس أكثر لأنه هي طالعة من بيئة محددة. فتخيلوا الحرب اللبنانية كم بيئة خصبة لروايات. تخيلوا الهجرة اللبنانية، نحن اللبنانية خارج لبنان أكثر من المقيمين بلبنان، فتخيلوا عدد القصص اللي ممكن تطلع. في 225 ألف لبناني عايشين بفرنسا، صحيح. ما تنسى انه هيدول كمان قد ايه جابوا اولاد يعني، واولادهم عايشين هون وعم يتاقلموا كتار بالمجتمع، ولكن كتار عم يبقوا عم بتحسيهم خلقانين بفرنسا ولكن كانهم لبنانيه خلقانين بلبنان. صحيح. وهو كان هدفه اصلا بس يعرف ليه اجوا اهله على فرنسا، من ايه. هون بلش يسجل ايه. وقادته القصص من ميل لميل لحتى كأنه أرخ تاريخ الحرب اللبنانية بقلب الكتاب. حلو كتير. حلو كتير. تأكيدا على كلام الدكتورة سلام، ده بالهجرة واسع كتير ومو شوي. أنا كاتب عن 25 رواية عن الهجرة فقط لا غير، عن الهجرة. يعني قاري فعلا 100 كتاب عن الهجرة طيب. بالمضبط تخيلوا يعني. كل حدا لونه شيء، ما هيك استاذ يوسف بيختلفوا، ما هيك؟ طبيعي طبيعي طبعا. أكيد. طبعا. هذا جمالة الكتابة، انه بتشوف وجهة نظر، تجربة غير تجربتك، رغم انه بنفس البيئة. كل حدا بيشوف من وجهة نظره هو. صحيح. صحيح. نرجع لعندك استاذة عفاف عياش، حدا بحب يضيف شيء؟ سلام. حدا بحب يسأل ست رنا سؤال؟ تفضلي ست عفاف. للصراحة دكتور سلام فلفل بدهم يحكوا عن الروايات. طب خليني انا احكي عن رواية. انطر شوي أستاذي ميرفت وتحكي لنا عن وصلت منا هون مرفت؟ اللبناني بس المعاصر مش هي موجود، منا والثقافي مش موجودة. يعني. قادرة، منا موجودة، مش قادرة تشوف. منا منا قادرة. موجودة، فإذا خليني أخبركم عن الرواية، بتكون آخر رواية معنا بهاللقاء وكمان رح أوكي. التزم بالوقت. الرواية يلي عم بحكي عنها قبل ما أخبركم عنها رح أخبركم عن الجوائز يلي فايزت فيها. هالرواية هي الفائزة بجائزة أورويل، جائزة أورويل للروايات السياسية، وهي وصلت للائحة القصيرة لجائزة آن بوست للكتب الإيرلندية، وجائزة راثبونز فوليو برايز، ووصلت للائحة القصيرة للروايات البريطانية. وأيضا هذه الرواية انتخبت رواية العام من قبل مجلة الجارديان، من قبل صحيفة الآيرش تايمز، من قبل صحيفة النيو ستيتسمان، من قبل الإيفنينج ستاندرد، من قبل صحيفة الأف تي، وأيضا اختورت كتاب العام من قبل صحيفة الديلي تيليغراف. هذه الرواية أيضا فازت أو وصلت لمصاف اللائحة القصيرة للروايات النسائية، للروايات الأدبية لسنة 2019، وأيضا فازت بجائزة أفضل رواية أدبية بدبلن بإيرلندا سنة 2020، وحصلت أيضا كمان على جائزة البوكر مان سنة 2018. عم نحكي عن رواية ذا ميلك مان، الصيتا يلي وصل بشكل كتير كبير لدرجة انه فازت بعدد كتير كبير من الجوائز، مع انه عادة الجوائز بيكونوا حاطين انه ما لازم تشاركوا باكثر من جائزة، ولكن قدرت هذه الرواية تفوز بجائزة بكتاب العام لعدة صحف وبجوائز عديدة مختلفة. هالرواية من إيرلندا، كاتبتها اسمها أنا بيرنز، والرواية غريبة بمقاربتها لفكرة كتير مهمة، وهي التحرش الجنسي، وهي الأفكار المجتمعية اللي كانت بالسبعينات والثمانينات،
وفكرة كتير أساسية وهي اللقلقة أو الجوسبينج أو التركيب المقلي أو الحديث يلي بيصير بين فلان وفلان، الانتقال لحديث بيكون شيء من فلان لفلان لفلان وبيكبر الموضوع. ولكن غطت أنا كل هالمواضيع بإطار كتير حلو، ولكن اللي كان مميز بهالرواية شيء لأول مرة بشوفه أنا قديش صرت بقرأ، أول مرة بشوف رواية ما فيها اسم ولا بطل ولا بطلة ولا حدا من المذكورين بالقصة. يعني ما بنعرف شو اسم البطل اللي هي عم تروي القصة، وما بنعرف شو اسم أختها ولا أختها التاني ولا أختها التالتة ولا أمها ولا بيها. بنعرف إنه هي عم تحكي وبتقول إجت أختي الصغيرة وراحت أختي الكبيرة وإجت عمتي وإجا ابن الجيران وإجت جارتنا اللي لقلقة وإجت كذا. فالرواية اللي ميزها بشكل كتير غريب إنه ما في اسم، وما بنعرف بأي بلد عم بتصير، يعني ما في لا اسم منطقة ولا اسم بلدة ولا اسم أي شيء. الفكرة بتقول إنه في شخص ملقب بالميلك مان. ميلك مان هو الشخص اللي بيبيع حليب بكل أوروبا موجود. في شخص ملقب بالميلك مان بس هو منه ميلك مان، بينقتل. وقبل ما ينقتل كان في إشاعة طلعت بمنطقة إنه هالميلك مان كان عنده علاقة مع صبية عمرها 18 سنة، هي الصبية عم تروي هالقصة مع إنه ما في علاقة بيناتهم، ولكن بتغوص بتفاصيل الحياة بهالمدينة اللي ما بنعرف شو اسمها، وبتحكي عن اللقلقة والجوسبينج والتركيب المقلي وكيف بيوصلوا ليضخموا الأمور. وبنعرف إنه في حدا تاني بيبيع حليب اسمه ذا ميلك مان، وبتميزهم بين الميلك مان اللي البائع الحليب الحقيقي وبائع الحليب يلي هو صفة لإله. فلما نقرأ هالقصة ونعرف إنه ما بنعرف اسم حدا من الأبطال ولا بنعرف وين عم بتصير، نعرف إنه غطت أفكار كتيرة إلها علاقة بشكل أساسي بالسيطرة وبالهيمنة وبالتحرش وبالضعيف كيف بيخاف يخبر، وبالمرأة وكيف بتكون مكسورة حتى لو كان عندها حق. فبالتالي هيدي الرواية يلي كانت من 345 صفحة ويلي صدرت سنة 2018 من تاريخ إصدارها لغاية هلأ صارت بايعة تقريبا شي 850 ألف نسخة. وعم نحكي 850 ألف نسخة لما نحكي بإيرلندا، إيرلندا صغيرة مثل لبنان، يعني ما كتير في عندها سوق مثل غير بلدان. ولكن عدد الجوائز والتقديرات يلي تلقتهم هالرواية بخلينا نقول إنه فعلا شيء غريب. غير القصة هي أسلوب الطرح إنه رواية بلا اسم. بس هيدي هي الرواية اللي حبيت خبركم عنها، ما بعرف إذا موجودة باللغة العربية ولكن هيدي هي الرواية. والله يا دكتورة سلام، شو بدي اقول لك، انت خلصتي على الوقت، حاطه التايمر عندك على القد. 5 دقائق على الأقل. بالقد. في شغله لفتتني بالروايه عن الاسماء اللي ما انذكرت ما في أسماء. ايه ذكرتني بروايه اسمها طائر غريب للدكتورة سوزان عكاري، ما فيها ولا اسم، من 350 صفحه كمان، ولا أيوة. اسم نهائيا، أوكي. وكانت روايه كثير مشوقه. إيه. طيب أي سنة أصدرتها هالرواية اللي عم تحكي عنها؟ بالثمانينات. بالثمانينات، يعني لازم تطلع وتقول إنه لا مش أول رواية من دون أسامي، لأنه هون بأوروبا كله عم يحتفلوا فيها إنه أول من الروايات اللي من دون اسم. انا مش قلت اول روايه، قلت لك ذكرتني بروايه أنا عرفت عليك أستاذ يوسف، بس عم حاول أقول لك إنه إذا في عنا رواية لحدا لبناني عملها بالثمانينات ومن دون ما يذكر أسماء، يعني بالتالي هيدي الرواية ده ملك ما لهم الحق يبتهجوا فيها، لأنه اوريدي حدا من لبنان عملها قبل. أنا عم أكد على اللي بتقوله، ما عم بقول شيء. لانه بتعرفي بالثمانينات كان حرب وما مش ما توزعت روايات زياده، مش عم نسمع مضبوط، في تشويش. وفقدت النسخات، وبتعرفي أيوة. ما حرب أيوة. واحترق بيته والى اخره. صحيح. صحيح. بس بكل الأحوال لما تقرأ هالرواية ما بتحس بضياع، فعلا ما بتحس بضياع. يعني ما كان لازم أعرف إنه اسمها مثلا جين لأعرف البطلة إشت جين، لا لا، بعرف إنه هي عم تقول أنا رحت وشفت أختي الصغيرة وأختي الكبيرة قالت لي كذا، وبينما أختي الوسطانية عم تقول كذا كذا، وإجت أمي وإجا صديق أمي وراح ابن عمي. يعني بالتالي ما عزنا أسامي، عارفين الكاركترز من الصفات تاعيناتهم. العيلة عارفين العيلة. عرفنا واجا صديقه واجا البوي فريند تاعتها واجا اخذها بالسياره، يعني عرفنا الكاركترز بس بالصفه تاعتهم من دون الاسم. فهذا الشيء الغريب جدا كان بالروايه. يمكن
يمكن هويتهم هو الأشخاص هن صالحة لكل زمان وكل مكان، بعتقد هيك نجحت. صحيح، ممكن لأنه ما في اسم بتلاقيها غريبة، يعني أول مرة أنا بقرأ هيك رواية. يعني شو اسمه اللبنانيه سبقوا الايرلنديه بالابداع. هذا اللي عم بقول لك إيه، هذا اللي عم بقول لك إيه، لأنه إذا بتشوف شو عاملين فانتي وراني، بتعرف ليش كمان؟ لأنه عادة بإيرلندا ما كتير في عنا أعلام بالكتابة، يعني عادة الإيرلندية لما يكونوا عم بيكتبوا بيكون محصور ببلدهم، يعني مثل اللبناني بيكتبوا لكن معروف عالميا، عندنا كتاب عالميين معروفين. بإيرلندا ما كتير في كتاب عالميين عندهم، تعتبر أنا بيرنتي من الكتاب يلي بيمثل الأدب الإيرلندي يلي بلش يتوسع بشهرته حاليا. طيب بتعزي هالامر يا دكتوره سلام بالحاله السياسيه اللي مرت فيها ايرلندا مع طبعا بريطانيا؟ طبعا ممكن، طبعا طبعا، يعني عادة ما في مشاهير كتاب من ايرلندا مثل ما بنشوف مثلا من بريطانيا او فرنسا. عم بقول لك حتى بلبنان في عندنا مشاهير كتابة وصلوا للعالمية. هيدي تعتبر من الروايات الإيرلندية الأساسية يلي حسب ما بيقولوا أهالي إذا بتشوف الريفيوز عن الكتاب بيقولوا إنه أنا عم بقرا حسيت حالي ماشي بشوارع بلفاست، يعني كأنه هي عم تحكي بعرف الشارع وين، بس هي ما محددة اسم المدينة. حلو. بس هيدي هي رواية. هذا عنده أعتقد لها كمان لها كتاب يمكن هي نفس الكاتبة نعم، اسمه البيت الصغير، أعتقد هيك. ما عندي فكرة، ما عندي فكرة. أنا قريته بس من فترة طويلة، ما عندي يمكن هيك بعتقد إنه إلى مبلغ، بدي أبحث عنه. ما عندي فكرة. هو هيدا الكتاب إصدار 2018، يعني ما صار له 5 سنين، ما بعرف. لا هذا الكتاب بعتقد إنه غير مترجم. ما عندي فكرة، يعني حديث دكتور، تعتقدي برأيك تستحق كل هالجوائز؟ أنا شخصيا ما كتير حبيتها، أنا شخصيا ما كتير حبيتها. شو اللي ما حبيتي؟ هو الأسلوب أو الموضوع أو شو الموضوع يعني بالتحديد؟ ما حسيته هالقد، ما حسيت رجل بالأربعينات وصبية ب 18 في علاقة ما في علاقة وإشاعات طلعت عنهم، وهي يعني عم بيحاول يتحركش بالبنت ولايك ذات، يعني حسيت إنه ما هالقد الموضوع اللي فيك ينسج عنه قصة. يمكن نحن ذوقنا الشرقي بيختلف عن ذوقهم، بس ما بعرف يعني ما بس حسيت. يمكن لأنه صار في نهضة أنثوية بالعالم الغربي وقصة ميتو وتحررت النساء وصاروا يبلشوا يحكوا، عم بيقولوا إنه في كتير قصص مثل هيدي بالواقع ولكن تابو ما كانوا يتجرأوا يحكوا عنها. يمكن دور الكاتب كمان يحكي عن هيك مواضيع. ايه ما عم بقول لك لا، بس انا شخصيا ما كتير بحب هيك نمط روايات. هلا ممكن يكون في، ما عم بقول لا، بس انا شخصيا ما كتير شذبني الموضوع كموضوع. اوكي وفلان حكي وفلان قال وقالوا كذا واجا اخذها وبوي فريند الحقيقي تاعها وين رحتي يعني هول القصص بالنسبه لي خطوا الاهتمامات تاعيناتي. بس هيك. هلا ممكن كمان تكون لعبتها بشكل ذكي، انه اشتغلت على الترند، يعني موضوع جديد، بعتقد هذا اللي يخليها كمان هالقد تاخذ شهرة. ممكن. هلا يقال تداول. يمكن لانه من ايرلندا وكان ممكن يعني لانه هو اول كتاب ايرلندي بشكل اساسي، يعني لما تشوف البوك ريفيوز تاعتها انه ايرلندا 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 an Irish writer an Irish story، يعني تركيز عليها. يعني حتى على الجود ريدز البعض عاطية 4 واغلبهم عاطية 2 رغم كل هالجوائز اللي فايزة فيهم. يعني بحس انه في اذواق بالقراءه. انا شخصيا قريتها ما عم بقول لا، بس ما كانت من المفضلات لي. بس حضرتك دكتور قريتيها بالإنجلش صح؟ ايه ايه. طيب بس هل أسلوبها بيختلف عن أساليب عدة كتاب قريتي لهم قبل؟ هل مثلا أسلوبها مبسط أم معقد أم سهل للقارئ يفهم الموضوع لا، دغري؟ اسلوب سهل، ما في شيء بالاسلوب، ولكن السرد ووقائع القصه ما كثير شدتني. أوكي. اسلوبها سهل ما في مشكله، وكلمه ما في التقل كثير بالتعابير، بالعكس تعابيرها سلسه جميله. بس بالنسبه لإلي مضمون الروايه وصياغه الروايه ما كثير مع حسيتها شيء، يعني انه يعني امرار بتحسي حدا عامل قصه انه ما بتحرزي ينعمل قصه. صحيح بس هيدي هي. صحيح. يعني ما بعرف اذا عم تقروا روايه الشهر تاعت الكونسيرتو، بلشتوا فيها؟ بلشت فيها. نعم.
أنا بلشت فيها أي من أول صفحة بتحسي حالك مشدودة، من أول صفحة. 100%. فبالتالي صحيح. بتحس إنه لا عن جد شدتك في شيء حلو، في حبكة غريبة جميلة لذيذة. أنا بالملك ما كثير لقيت هالحبكة بتأثر علي، عرفتي يعني منا هالمفضلة عندي. دكتور سلام، تعتقدي بهيدي الرواية اللي حكينا عنها هلا انه عدم ذكر الشخصيات، اسامي الشخصيات بأثر على نجاح الرواية؟ لا بالعكس لقيتها عنصر كثير حلو، قلت لك شو ذكية، عن جد عنصر حلو. يعني بدل ما في تقعد في حدا عم بخر الميكروفون عنده، رحاب بعتقد. ما بعرف. أي هلا سكت. لا كمان ممكن نحط كلنا ميوت لنشوف مين اللي عم بخر عنده. تمام. سبحان من هدى الخرخرة. مش الحال. تمام. لا استاذ عفاف انا بحس انه عدم وجود اسماء كانت شيء مميز، لانه عاده بنعرف انه كل الكتاب بدهم يحطوا اسماء، ولكن عدم وجود اسماء بشكل عام ما اثر على سير الروايه. يعني حبكه الروايه كانت مفهومه بشكل كتير بسيط كتير واضح. ما تأثرنا، يعني ما تأثرنا. ولكن بدل ما تقول مثلا اجت لينا صارت تقول اجت اخت الكبرى واجت اخت الصغرى واخت المتوسطة وصديق اخت المتوسطة وصديق خي اختي الكبيرة. فهيك كان كل الرواية عم بتكون. كان فيها تختصرهم وتحط اسماء، ولكن هذا الشيء اللي حسيته انه رح يميزها من دون وجود اسماء. لا فيك تفهم القصة بشكل كتير واضح. بس بدك تشوفي اجت عمتي وراحت واجا صديق امي وراح صديق امي واجا الملك مان الاصلي وطلع الملك مان المش اصلي، الملك مان الملقب بالملك مان. يعني هيك كل الروايه بهالنسق. استاذي سماء عندك سؤال؟ استاذي سماء. مساء الخير جميعا، كيفكم؟ شكرا لهالأمسية. اعذروني شوي صوتي تعبان، بس بدي أقول لرواية يمكن تختلف بمضمونها بين حدا بيكتبها من بلد أجنبي أو من بلد عربي شرقي. ممكن هيدي يعني يترك، يعني في اختلاف بجنسية الكاتب بين العربي والغربي تبعا لثقافته ولبيئته. الأسماء يجب بكتابة الرواية بحس لازم يكون في توضيح، فلتذكر الأسماء لأنه بيكون فيها أحداث كتير والقارئ بده يجمع هالأحداث، فنحن لازم نخفف عليه عبء الربط بين الشخصيات وتسمياتها. فالأفضل دائما أنه ينذكر الاسم. أنا برأيي الشخصي مع كل احترام. هيك لنسمع اراء في الباقي. شيء بس تخلص استاذ سناء بركي بناخذ ارائكم، بتحسوا انه لازم يكون في اسماء نفس بالروايه ولا لا؟ في شغله مهمه استاذ السلام، في شغله دكتوره السلام. نعم. هل الروايه هي تعتمد على الحبكه، على اللغه، او عن قربها من موضوع واقعي حي؟ هيدي الثلاث امور هي عم تلعب بنسبه نجاح الروايه ان كانت عربيه او اجنبيه. بحس. نعم. يسعد مساك. ومساكي ست سناء. الحبكة أنا بالنسبة لي كتير بتهمني حبكة القصة، بهمني القصة الموجودة بالقصة، وبهمني أقدر أحس إنه في تشويق بالقصة، عرفت شو عم بيصير. يعني ما بهمني أعرف إنه فاق الصبح راح على الشغل ورجع على البيت حضر تلفزيون اوريدي. بالنسبة لي هيدي قصة ديجا فو، يعني ليش بدي أقراها؟ بهمني اسمع قصة عن جد تمس مشاعري إذا كمشاعر، أو قصة تعطيني معلومة إذا ما بعرفها لهالمعلومة. بهالرواية فيها حبكة، بس بالنسبة لإلي أنا شخصيا ما كتير شدتني الحبكة. هلأ ممكن غيري يكون شدته، يعني ما كتير بهمني أعرف. ما كتير بتشدني الرواية إنه هالصبية كان في شخص بده يتحرش فيها وكانت ماشية وقف على السيارة أو جبرها تطلع معه وسيلة ما طلع. يعني بالنسبة لي الحبكة من نونسنس. بالنسبة لي ما كتير بتشدني كموضوع. ما كتير بشدني انه لانه فلان حكى عن فلان وصلت القصه صارت الاشاعه انه هي هيز جيرل فريند بس هي ما كانت صديقته. يعني بالنسبه لي حبكه ما كتير شدتني. يمكن غيري يحب هيك انواع حبكات، بس
يعني هي كتابتها متينة وجميلة ولغتها حلوة، بس الحبكة القصة اللي بالقصة ما هنا القصة اللي بحبها، مش أكتر. هل دكتور لأن سبق وقريتي نفس أو رواية أخرى عن نفس الموضوع ولقيتيها لا أجمل؟ لا 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 ممكن أبدا. ممكن لا أوكي. لا لا لا، ما إلها علاقة. الحبكة يعني أمرار بتحضري فيلم بتقولي عن جد شو بايخ، يعني مثلا، رح وأمرار بتقولي إنه بس بتحضري لتشوفي شو بيصير بالنهاية. هيدي القصة بالنسبة لي موضوع ما إنه منا مشوقة. بالنسبة لي يعني، بالنسبة مثلا أنا عم بقرا ومهووسة فيه قد ما حاببته كتير وبتمنى عليكم تنزلوه. في PDF منه، بتخيل في PDF الرواية جوا حتى أختي. الرواية تقريبا 780 صفحة، مش رواية. كاتبة أنيس منصور، إذا بتعرفوا مين أنيس منصور سامعين فيه. كات الكاتب طبعا. الفيلسوف، لأنه هو دارس فلسفة. الصحافي الشهير المصري يلي توفى عامل كتاب مسميه في صالون العقاد. العقاد واحد كمان من أهم الكتاب المصريين على ما يبدو. كان يروح أنيس منصور، كان العقاد فاتح بيته، عامله مثل صالون أدبي، بيجوا الناس لعنده بيتناقشوا وياهم إلى ما هنالك. وكان أنيس منصور محب جدا لإله، كان بعده طالب فلسفي، فذاكر شو عم بشوف بهالصالون وشو عم بسمع وشو النقاشات اللي كانت عم بتصير. 780 صفحة، كل صفحة فيها معلومة مش طبيعية. يعني ما معقول يكمل معلومات. مثلا أنا ما كنت أعرف إنه نابليون بونابرت كان بيكره النظافة، كانت ريحته تضلها طالعة، العالم توقف بعيدة عنه مش احتراما له لأنه ريحته ما حلوة. أنا مثلا ما كنت بعرف مثلا إنه بيتهوفن أيضا كان من الأشخاص اللي ما بيهتموا بنظافتهم الشخصية، وإنه خطيبته تركته لأنه إجت لقيته أصابيعه كلها وسخ، صار كان ناسي يغسل إيديه من شي 5 أيام. أنا ما كنت يعني معلومات، كل ما تقل بصفحة معلومة عن شوبنهاور أشهر فيلسوف، عن الدنيا، عن مي زيادة ووجودها بمصر وإعجاب الصحافة كلها فيها، وعن جنونها، اتهامها بالجنون، وعن كيف كانت تمشي بطرقات القاهرة لما جنت يشوفوها الناس لابسة ملابس بالي وعم بتهاشلي بالطرقات. يعني اللي بيحب يقرأ كتب فلسفية نوعا ما وذكريات لأعلام الناس يقرأ هالرواية. أنا هيك نوع من الكتب بتفيدني، لأنه بحس كل باراجراف فيها معلومة عن شيء كتير مهم. فبالنسبة لي الرواية يا بدها تكون قصة جميلة غير متوقعة. يعني شو بهمني إذا يعني ما بعرف إذا عم بقدر أعبر عن اللي عم بحس فيه، بس هيدي هي قصة تشويق، عنصر التشويق موجود عنصر التشويق. يعني لازم يكون بالرواية موجود. يا عنصر التشويق يا عنصر المعلومات. إذا مش موجودين بالرواية ما حقدر أقراها. مثلا ست بس ما حكيت عن لوليتا تقرأ في طهران، تعتبر هذه الرواية من أهم الروايات. أنا بعد ما قريت فيها بدي أقراها السنة، ولكن الحلو فيها إنه فيها لائحة بكتب فيك أنت تعرفي. يعني اللي حتطلع على الكتب، يعني إذا بتشوف البوك ريفيوز عن هالرواية بيقولوا لك الكتب المذكورة برواية لوليتا. يعني صارت العالم تعمل شو الكتب اللي ذكرته لوليتا بالرواية، تروح تشتري هالكتب لأنه عطتها معلومة غير موجودة. فتخيلي أنت على حتطلعي على النت تلاقي كل العالم عم تحكي عن الكتب الموجودة برواية لوليتا بدك ورقم. تروح تشتري الرواية وتقريها. صحيح، يعني بالتالي هي عملت لك يعني هذه النقطة بغض النظر عن طهران واللي عم بيصير، إنه عطتك مدخل لعنصر أدبي، فعطتك معلومة إضافية لكتب تقريها. فبرأيي أنا الرواية الجيدة في حبكة بالنص، وبالتالي كمان بده يكون في، إذا ما في حبكة، في وقائع ومعلومات. ذكرت كتابين اليوم، ولكن نصيحة بنصحكم روحوا جيبوا نزلوا عن PDF، أكيد في منه. أنا عندي حتى أختي جوا ما حقدر روح وإجي، البت الجاي فرجيكم عناي. ما معقولة أنيس منصور شو غريز بالكتابة، ما معقولة شو في جهد هو عم بيكتب، ما معقولة في كل باراجراف معلومات طويلة كبيرة بس جميلة. أنا قريت لي الكتاب هذا كتير دكتورة، حلو، كتير حلو، جميل كتير جدا. حلو، كتير حلو. قريء له قريء للعقاد، صحيح. يعني كتابات محمود العقاد عقاد ما تزوج محمود عقاد. كتاباته رهيبة، يعني جميلة جدا 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 كتابات يعني العقاد. أنا هلأ عم بقرأ بالتشابتر ال 32 حاطط فكرة كتير مهمة. يعني هو بحط أفكار أنيس منصور بتخليك تفكري فلسفيا. بيخبروا إنه مثلا الفكرة بتقول ماذا لو هتلر طلع رسام ما كان سياسي؟ ماذا لو مثلا مي زيادة تجوزت وكان عندها أولاد ومنفتت بعالم الكتابة؟ ماذا لو مثلا أينشتاين ما اتجه للعلوم واتجه للفن؟
فبالتالي الحلو بحط العبقرية لك العبقرية عند بحط الأفراد. لك نقاط انه خليكي تفكري انه ايه صحيح. ليش هيك صار، يعني لازم هيدا كان بكل ممكن مقطع، تغيري. يعني انت حتفتح، هو من القطع الكبير مش من القطع الصغير، بكل صفحة في فقرة بتخليك لون الغلاف فعلا. احمر ومكتوب عليه بالخط الاسود، صح؟ لا غلافه احمر مكتوب خليكم عليه معي بالخط الاسود. لا لا ما عندي اياها. خليكم معي يلا دردشوا هيك لنرجع لبنا بروح جيب الرواية واجي هيك لنسمع الفكرة اللي طرحتها الأستاذة سناء شجاع واللي كتير مهمة. برأيكم هل لازم يكون في أسماء للأماكن؟ يعني هل لازم نعرف هالرواية حصلت بهالمدينة؟ وأيضا هل برأيكم إلغاء الاسم للأفراد أو لأبطال الرواية أو لعناصر الرواية بفيد الرواية ولا لا لازم يكون في أسماء؟ لبنا ما روح جيب الرواية أو الكتاب. يلا شاطرينك. بركي بنبلش نسمع من حضراتكم. استاذي عفاف بركي بتدير الندوة والحوار، تفضلي. تفضل. نحكي عن الموضوع اللي حكيت عنه أستاذ سناء شجاع. هل ضرورة ذكر الأسماء والأمكنة في الرواية لنجاحها أم لا؟ ما هو رأيكم؟ ما بعرف، أنا بقول شيء شخصي جدا هالموضوع. مثلا برواية تغريبة القافرية اللي قريناها الشهر الماضي كان في كتير أسماء، يمكن 47 ل 50 اسم. يعني ما بعرف ليه كان يحط أسماء، لو كان حط بس صفات للأشخاص الثانويين كان أسهل، لأنه كتير كتير فعلا أكتر رواية بقراها بلاقي فيها أسماء. ما بعرف لقيتها كتير ويعني ما إلهم طعمة. هلا الاشخاص الرئيسيين انه يكون لهم الاسماء شيء حلو ممكن وبنتعلق فيهم وبنصير نتخيل شكلهم وبنصير عندنا خيال اكثر لنعرف صفات الاشخاص بالروايه. اما انه يكون بالمره ليش لا؟ انه الادب والفن كل شيء اختراع. اذا اخترع الكاتب انه ما يحط شخصيات يحط صفات، انا برايي منه هيدا الضروره بالروايه. هو المهم هو الاسلوب يلي بيجذبك لتقري وتتشوقي ويضل الكتاب بايدك وحابه تخلصي اخر سطر، ما بتحبي تتركي الكتاب قبل. انا هيدا رايي وشكرا. فينا نعطي رأينا نحن. تفضل تفضل. بالمبدأ الجغرافيا والديموغرافيا بتعطي قوة للرواية. يعني عم تحكوا عن موضوع معين بالشرق المفروض يذكر أسامي ومذكور يذكر أماكن بس مش بكثرة مثل تغريدة بالروايات اللبنانية وخصوصا بالحرب ذاكرين مناطق مثلا مش غنية منصور بعامل عفوا منصور عيد عنده 3-4 روايات عن الحرب اللبنانية بين ما كان يسمى الشرقية والغربية وإن شاء الله ما ترجع التسمية بل لبنان واحد. ذاكر مناطق اللي كانت بالمنطقة الغربية ومناطق بالمنطقة الشرقية. ذاكر أسماء بالمنطقة الغربية وأسماء بالمنطقة الشرقية. أكيد في تفاوت في الأسماء لأن كانت المجموعات المسيحية ساكنة بالشرقية والمجموعات الإسلامية ساكنة بالغربية. وهالشغلة عطيتها قوة للرواية وعطيتها تشويق يتابع القارئ اللي رواياته كلهم مش الرواية يتابع القارئ الديموغرافيا كيف عن تبرم بين الغربية والشرقية والشرقية والغربية على المعابر وغير ذلك. بعتقد انه المفروض ينذكر اسامي في الرواية. شكرا لك أستاذ. هذا عنده مداخلة يحاول ذكر الأسماء والأمكنة في الرواية. إيه أنا بدي أحكي إذا في مجال. تفضلي. بالنسبة للأسماء والأماكن أنا بعتقد بأنه بكتابة الرواية الشخصيات الأساسية مثل ما تفضلت الأستاذة رنا، الشخصيات الأساسية وبعض الأمكنة أو التأشير للأمكنة بتلامس بتلامس روح القارئ أكثر. بتحسي إنه في انسجام، لأنه نحن يوم نقرأ رواية نحس إنه هاللحظات نحن عم نعيشها، نحن عايشينها، عم نمشي مع البطل، عمل كذا عمل، عم نروح محل ما عم نروح، بنشوف شو هو عم يشوف.
فإذا كان في أسماء بيكون في ارتباط أكثر وأمكنة يعني أو إشارة إلى الأمكنة، مش شرط اسم مكان محدد أو زمان محدد، ولكن في إشارة إلى هذا المكان ووضع الأسماء الرئيسية. ما يعني شرط يدخل الواحد ب كذا اسم أو عدد كبير من الأسماء، لا. يعني أنا مع إنه يكون في أسماء بالرواية وإشارة إلى المكان. أنا بضم رأيي لرأيكم. أنا بدي أقول شغلة. تفضلي. أوقات كمان إذا الرواية كتير ناجحة بصير اسم البطل أو البطلة نجوم، يعني مثل كأنهم مشاهير. يعني أنا عندي كتاب أرض زيكولا عرضته لتلميذتي، قامت ردت لي مشروب اسمه زيكولا وجيبت لي شوكولات اسمه أسيل. قالت لي مس هولي لأنه عارفين الكتاب هولي أسماء الأشخاص الموجودين الأبطال يعني بالقلب الرواية. يعني حتى المنتج تسويقه صار على أسماء هول الأشخاص، لأنه قد ما أخذ شهرة الكتاب بيوصل يمكن لهالمحل إنه بصير هيدا البطل كأنه غالبي، يعني كأنه بطل برواية. صحيح. صحيح صحيح استاذ بدي أقول شغلة كمان على سيرة الأسماء. أنا من زمان كاتبة مجموعة قصص قصيرة، هي هيدي القصص كناية عن أحداث كلها سارة بالحي اللي أنا ساكنة فيه، بس أنا غيرت هيدي المكان لأسماء مكان آخر، أمكنة أخرى، والأسماء أعطيتها للأشخاص أسماء أخرى. فجميلة أن نذكر يعني الأسماء طبعا، ولكن مش بكثرة مثل ما تفضل حدا منكم هلأ، بس حكى عن الموضوع. هي للتوضيح، هي للدلالة، والأحلى إنه نعطي صفات أكثر لهالأماكن، والشخصية كمان مثل ما تفضلت وقلتوا بيعطي حياة للاسم وللمكان. نعم. حلو كتير. طيب أصدقائي، هذا هو كتاب في صالون العقاد كانت لنا أيام. أنا عم بقرأ النسخة العاشرة من هالرواية، هالكتاب فظيع فظيع جدا جدا صراحة. كل صفحة بتقلبوها حتلاقوا شيء بيستحق إنه تتوقفوا عليه. أنا حاطة التعليمات عندي بشكل كتير كبير، رح أفتح عشوائيا على ما كان معلم عليه. علمت عليه لأنه عم يحكي إنه بيكون في شيء بتفكره بيطلع شيء تاني. وبيحكي مثلا إنه الشاعر الفرنسي جيليوم أبولونير كان مريض ببيته. لما سمع الجماهير عم بتهتف وتقول يسقط جيليوم يسقط جيليوم، ففكر انه جايين لعنده على البيت. طلع لقى كان في ثورة وصارت الثورة وفعلا صار عنده نوبة قلبية. تشابه أسماء. وبيرجع بيقول تذكر كمان مدام كوري يلي على ما يبدو كان عندها علاقة مع شخص، يعني كان عندها علاقة غرام مع شخص مزوج كمان. وباريس كلياتها حكيت عن هالفضيحة تاعت مدام كوري، لا أخلاقية لأنه هي واحدة من أهم العلماء الساينتست. وبيقولوا إنه مدام كوري هي وبيتها بتسمع مظاهرة قدام الباب عندها، وخافت وطلبت من المساعدين يسكروا الباب وما يخلوا حدا يفوت، وصار عندها مثل رعب كتير كبير. ولكن الناس ضلت تدق وتقول لها افتحي يا ماري افتحي يا ماري. وماري كوري كانت كتير خايفانة، فكرت انه الفضيحة تاعتها صارت بجلاجل. وإذ الناس ما كانت تروح وفتحوا الباب بالقوة وفاتوا ليهنوها لأنه فازت بجائزة نوبل. ف يعني أنا بحياتي ما كنت سامعة بهيك روايات بهيك قصص. هاي بكل صفحة بكل صفحة. رح أفتح على محل تاني بيحكي فيها هون عن محمود العقاد. كان يكره السفر، ومش لأنه ما عنده القدرة المالية، عنده القدرة المالية. سافر بحياته وهو عاش كتير، سافر 3 مرات، مرة على الحج، مرة على فلسطين، ومرة على السودان. وكان برأيه لمحمود العقاد يلي يعتبر من أهم الكتاب والفلاسفة إنه ليش بده يسافر. لا يوجد شيء، كان يقول العقاد، لا يوجد شيء في الخارج لا أستطيع الوصول إليه لا أستطيع الوصول إليه، يكفي أن أحمل كتاب حتى أسافر.
وبيقول حلو لهم كتير. ضروري سافر لحتى أعرف. بيقول لهم سقراط رغم كل فلسفته ما ترك اليونان، ضلوا محله، يعني حكي كل هالشي هو محله. حتى أبو علاء المعري ما ظهر برات البلاد. وكذلك الشاعر الأعمى هوميروس كتب كل الروائع هو أعمى وما شايف شيء. فمين قال إنه الواحد لازم يسافر لحتى يوسع أفقه؟ فيه يوسع أفقه بكتاب أو بالمكان يلي هو فيه عبر الكتب. عبر الكتب. فإذا فيكم تجيبوا هالرواية، صحيح كبيرة، صحيح ضخمة، منا رواية، قصة بيحكي فيها أنيس سلام. منصور عن العقاد والحوارات اللي كانت تصير فيها، وبيحكي عن شوي من حياته. بس بكل صفحة في معلومة غريبة ما سمعينا قبل، فلسفية فكرية، عن الكبار، عن العظماء. يعني أنا بحياتي ما كنت عارفة إنه مدام كوري كان عندها أفارة، عندها علاقة غرامية. يعني هيدي تاريخ تاريخ. بس لا، الكتاب اللي أنا قريته غير هذا، ايه مش هاي نفسه، واحد تاني بس كمان عن أنيس منصور. يعني رائع قلمه، رائع رائع كتابة أنيس منصور. رائع قلمه. دكتورة سلام، ذكرتيني عن معلومة عن مدام كوري. ايه مدام كوري كل هي مرت بالكونسير، بدنا صحيح. نكون ان شاء الله ما حدا يصيب كونسير. كل العالم فكرت انه بحيث اكتشفت اليورانيوم بيعطي ايميشن الفا بيتا جاما، انه اثروا عليها وماتت بالكونسير. طلعت الحقيقه انه كانت تشتغل هي وجوزها تحت سقيفه، والسقيفه سقفنا باترنيه. ايوه الانترنت حمي والاميون هو اللي عمل الكونسير، مش الاميسيون تبع اليورانيوم. طيب، هيدي من المعلومات اللي ما كنا نعرفها. بس كنتوا عارفين انه مدام كوري كان عندها علاقة غرامية؟ لا. لا، أنا نعم لأنه ايه درست عن حياتها. ايه أستاذ يوسف بعدهم بيقولوا لليوم بفرنسا إنه لأن هي بالحرب العالمية كانت تعمل الصور، تعمل الإشاعات، كرمال هيك انتقل لها المرض. وبعدين هي أخذت جائزة، جوزها أخذ جائزة كان لازم هي تاخدها، هو أخذها وهي اللي كانت لها الحق فيها، وكانت على علاقة شخصية بيناتهم منا منيحة كمان، هيدي معروفة. بس هلا حياتها كتير حلوة لأنه كانت تروح على الحرب ايه وتساعد الناس وتضمدهم وتهتم فيهم. ايه حياتها عن جد مشوقة، ايه ايه. لا وكانت لا من أوائل النساء يلي صحيح سيونتيفيك صح حتى، ويلي وصلت لهيدا المركز، فشي كتير حلو. صحيح. بالمبدا مدام رنا، اليورانيوم ما بيعمل اشعاعات ارضي الا لما بيتخصم. اليورانيوم 753 بده يتحول ل 723 والى اخره. اذا دارسين فيزيك بتعرف هالامور. انا بزمان عرضت على بناء الكتاب هالامر. والسبب اللي توفت فيه هي مش من اشعاعات اليورانيوم ولا حتى من تقليل اليورانيوم، كان من الامياط اللي كانت عم تشتغل تحت منه. بس عم اقول لك انا شو يقال لحديت اليوم اللي عم بتقلي اياه معلومه، انا ايه يلي قريته عنها غير هيك. آه، فشكرا. اخدي جائزة نوبل مرتين، هي مش مرة صحيح، واحدة. اول مرة صح واحدة، مرة واحدة ومرة هي جاوبت. صحيح صح. صحيح. يعني حلوة على فكرة هالمعلومات الليلة على دكتور فكرة سلام. بهالكتاب بيحكي عن ألفريد نوبل، وبيحكي انه ألفريد نوبل بيقرا مرة خبر وفاته بالصحف. على ما يبدو توفى خيه، ووصل الخبر للصحافة انه ألفريد نوبل هو اللي مات. كان وقت ألفريد نوبل مخترع البارود، مخترع الديناميت. وبالتالي لما طلع نعيه بالصحف صارت العالم تكتب وتنزل مقالات تحكي فيه قديش هن بيدعوا عليه وما في رحمة له لأنه اخترع شيء مدمر للبشرية. فلما قري شو كاتبين عنه على أساس إنه هو ميت كتير تأثر. هو كان برأيه إنه هو اخترع البارود لحتى يساعد البشرية مش لحتى يدمر البشرية. بس لما شاف الكتابات السيئة له بعد ما فكروه مات كتير تأثر وقرر يعمل جائزة نوبل لحتى يشجع العلوم ولحتى يمحي هاللطخة عن اسمه. فتخيلوا هالفكرة انه واحد يقرا نعيه بالجريدة ويشوف العالم شو عم تحكي عنه بعد ما مات. كمان هيدي ما كانت خاطرة ببالي وما كنت بعرفها. شيء ملفت كمان على دكتور سلام وكل الحضور، انه هود الناس اللي صاروا يعني
اسم مهم بالعالم، نابليون، الفنانين مي زيادة اللي الناس وصفتهم بحالة من الجنون مثل مي زيادة، أو بالخروج عن المألوف اللي أهملوا نظافتهم الشخصية. طب هودي الناس قديش هن غرقوا بعملهم بفنهم، أو نابليون بحياته العسكرية لحتى أهملوا هالجزء الأساسي من شخصيتهم. يعني وكأنه الانغماس في الفن أو في أي عمل قيادي نعم ممكن يؤدي إلى إهمال الذات. هون عم بحكي عن نواحي يعني النفسية وأبعد شوي، لدرجة الناس تنعتى بالجنون. فهل الخروج عن المألوف مع حياة أولئك هو جنون، أم خروج عن المألوف لإبداع آخر؟ يعني في سؤال بيطرح حاله كمان. لا، بكل الأحوال بحس الشخص يلي بيكون منغمس بفكرة محددة وعم يشتغل عليها، الإبداع ما بدك تحطيه بإطار محدد. يعني to be creative ما لازم تكوني بقلب صندوق أو عم تشتغلي على أساسه. وهن بيكونوا تركيزهم، مثلا بيتهوفن كان تركيزه على الشغل تاعه وكان ينسى يغسل، ينسى يعني يعني يا أصدقائي، يعني نعم. أصدقائي الأعزاء، أنا بدي أعتذر منكم، إجاني تليفون من كندا من بنت. يلا الله معك ست بسمة، ولا الله معك، يهمك ولا بنشوفك يهمك. بكرة نحن بدبي. الله معك. وعليكم السلام. تصبحوا على برأيي خير. شكرا كثير الله يا معك. عفاف، شكرا انت كثير. بألف خير. كانت بسمة. أهلا وسهلا. دكتورة يعني سلام، برأيك لو ما يطلع معي لألف نوبل بالصحف كان عمل جائزة نوبل؟ ما بعرف، هذا الفكرة هو اللي بيقول اللي خليه يعمل الجائزة لما قري ردود الفعل على وفاته، لأنه ردود الفعل كانت صادمة له. هو كان بيعرف إنه عمل اختراع غير جيد، بس ما كان عارف ردود الفعل الناس تجاهه هالقد سيئة. هذا اللي كان لحظة اللي فاق من الصدمة، يعني انصدم، فعلا انصدم. فلكن الظروف كيف بتنتقل. يعني هو يمكن لو ما شاف كره الناس لإله هالقد ما كان عمل جائزة نوبل. هو عملها بس ليكفر عن ذنبه على كل الأحوال. بس أنا ما كنت عارفة إنه قري نعيه وشاف ردة الفعل. بس تقروا كتاب في صالون العقاد كانت لنا أيام. إذا ما عندكم جلادة ما تقروه، لأنه كتير طويل وكتير في ضخ معلومات مش طبيعية. بتحس قديش كان أنيس منصور عنده هالكم الكبير من الثقافة ليكتب هيك مواضيع. يعني مش ممكن إنسان عادي ما يكون مثقف ليعرف قصة حياة فلان وفلان 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 ويدخلهم بطريقة سلسة ولكن مع لغة متينة ونص متين. يعني مش طبيعي عن جد. شخص يعني عامل ريسيرش كتير لحتى وصل أكثر من ليكتب ريسيرش، عن كتاب وعن ناس وشخصيات معروفة بالعالم. أكثر من مثلا جيوم أبولينير مش كتير معروف، يعني مثل فيكتور هوغو مثلا. كيف قدر حصل على هذه ما المعلومات؟ معقول، ما معقول، ما غريب. معقول، ما معقول. شو ذاك؟ ما معقول. كل ما افتح اقول ما بقى في عندي تكس تك 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 تك. بعدين قررت خلص ما بقى احط تك، صار كل صفحه احط تك، كل صفحه احط كف. تو ماتش يعني. حدا بعد عنده مداخلة؟ لا بس بيقول موجود بي دي اف، هذا الكتاب لقيته بي دي اف. لذيذ يعني، فيكي تقري. هلا طويل صراحه، انا بلشت فيه. بقرا تشابتر منه، برجع بقرا شيء تاني، برجع بقرا تشابتر منه. يعني خلصت كتابين انا وعم بقرا منه، ما عم بقرا ورا بعض. بحس في كم معلومات صعبه اهضمهم دفعه واحده. على كل حال دكتورة سلام، اللي بيحب يقرأ ما بيقف قدامه الضجر من هيك شيء أكيد. أول لا شيء ما في بياخذ ضجر. معلومات. إيه، أول في شيء كم بياخذ معلومات، معلومات، في كم بياخذ معلومات. معلومات، إيه. بياخذ معلومات. واللي بيحب يقرأ بيقرأ شو ما كان صحيح، صراحة. يعني صحيح، تيرجع يعين مثل ما حضرتك هلا عرضتي لنا اول كتاب وما عجبك الكتاب، بس عرضتي لنا اياه انه كذا ايه كذا صح. بدون اسامي المبدا. يعني ولمست هالشيء انا بالمده الاخيره. جاني هديه 14 مجلد لفؤاد فرامي البستاني المعارض. ايه، انا اقرا فيه. يعني ايه بيشبه هذا الكتاب اللي حضرتك هلا هالمجلدات اللي وعم لاقي لذه بقرايتهم اكيد. صحيح، صحيح. لازم ينقروا هول الكتب لانه فعلا حلوين حلوين حلوين. انا صراحه في مكتبه هون بدبي، هي اكثر مكتبه مكتبه خاصه بتبيع كتب، اسمها كيناكونيا. كيناكونيا هي اله الفلسفه عند الاغريق. يعني مكتبه ضخمه، يعني ضخم كذا كذا متر.
نص طابق دبي مول. يعني تخيل قديش دبي مول، بس هي مكتبة بتفوت سكشنز. عندهم سكشن للكتب العربية. كل ما اطلع لهونيك بلاقي شي كتب عربية بشتريها. هالمرة رحت اشتريت لنجيب محفوظ القاهرة الجديدة، كمان قريتها هالشهر، وكانت من الروايات الجدا جميلة. بركي سنة الجاي بنقراهم بهذا الكتاب، لأنه هول أمهات الأدب العربي يعني، وجميلين ورخاء ومش رخاص، سهلين. وبتحس قديش كان مستوى الكتابة ما بين الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، 60 70، والمستوى الكتابي حاليا في فرق، في تعبير، في هيدا. على كل الأحوال هيدول القصص اللي حكيتهم عنهم اليوم. أصدقائي، لقد أغنيتونا بما لديكم من قراءات، واستمتعنا جدا بحضوركم الكريم. دعوني أقول لكم: ما أغنى أنوار القمر حين تلمع كعقد فضي في عمق المساء. تلمع نجومه كحبات الألماس في الثمين، فيحلو عندها المساء بعنبر الخلود. أهلا وسهلا فيكم. أمسية كتير حلوة، ولكن للأسف كانوا المشاركين كتير قلال. بعتقد هاي أول أمسية بنادي الكتاب تكون أمسية كتاب كتير قليلة، بس معلومات كتير حلوة. ميرسي دكتور سلام، أستاذ يوسف راد، أستاذي، وكل الأساتذة الكرام، وثانكيو لكم كثير. أمسي كتابي من الأحبة إلى قلبي الصراحة يعني. شكرا لك يا عفاف. صحيح كنا قليل حكينا عن كتب، بس أنا شخصيا كتير فرحت بهاللقاء، وكل لقاء من أمسية كتابي مثل ما قالت الأستاذة عفاف بحسها من أجمل الأمسيات. صحيح ما كتير في كتب، ولكن في كانت مناقشات وأغنتنا. طبعا. شكرا ويعطيكم العافية. يلا يعطيك العافية. دكتورة سلام، شكراً. بدنا نحكي شيء بعد ما تقطع التسجيل. طيب يلا، على راسي. هاي قطعنا التسجيل.